السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. قالوا بينا النهاردة صلوا على رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف هنعمل ايه. دي كوباية مية، كوباية سكر وعليها نص كوباية مية. هنعمل الشربات الأول بتاع الحاجة الحلوة اللي هنعملها بتاعتنا. وديت كوباية وربع مية ومعلقة سكر كبيرة، أو مش حابة تحط سكر حسب الرغبة، وربع معلقة ملح، وده نص كيلو دقيق بمعادل 4 مجات او 3 مجات كبار هرمية. يعني المج بتاعي الكبير يبقوا 3 مجات، لو وسط هيبقوا 4. لا اله الا الله. وهتعجنهم حلو يا حبيبتي كده. طبعا الشربات اما كده حطينا عصرة ليمونة، وفي الاخر خالص ورقة فانيليا واحنا بنطفي النار. طبعا حطينا على العجين بتاعنا ورقة فانيليا. الفانيليا مع المعجنات تخليها حلوة قوي يا بنات. لا اله الا الله. طبعا بعد العجينة ما خدت مننا حوالي ربع ساعة ان لازم تخدمي عجينتك حلو. هتعمليها كور صغيرة كده وهتسيبيها ترتفع، وتكوني دهنة الطبق بتاعك او الصينية مادة دهنية، زيت او سمنة. وهتحضري معانا شوية سمنة بلدي او عادية، عادي اللي متوفر عندك، او زيت على سمنة اللي انت حباه. طبعا لما نكور العجينة ونقطعها حتت كده كور كده، هتدهنيها مادة دهنية وهتغطيها برضو بالفوطة حلوة كده، تسيبها ترتفع ربع ساعة تلت ساعة على ما تخلصي اللي في ايديك. طبعا دي كوباية لبن هنحطها على النار تغلي، ومعلقة ونص سكر، ودول معلقتين لبن هنحط عليهم معلقة ونص من نشا، وهنقلبهم حلو على ما اللبن بتاعنا يسخن. وهننزل عليهم بالايه، اهم حاجة تدوب النشا حلو عشان التكتلات دي. ركي ما هتدوب النشا بتاعك حلو، هتقومي نازله عليه على اللبن. طبعا اللبن معانا هنا سخن بدأ يغلي. قبل ما يغلي جو هنعمل النشا، الكريمة الكدابة. هنعمل احلى فطاير بالكريمة الكدابة، مش هتنسى حلاوتها. طبعا العجينة ارتفعت معانا، ولازم تدهين المفرش او الرخامة او الصينية اللي هتخبزي عليه مادة دهنية، زيت برضو او سمنة. انا دهنت زيت وعلى المفرش كده يا حبايبي، وديت سمنة زبدة من اللي احنا مسيحينها عندنا في المطبخ بلدي. وهنعمل بيها الفطاير بتاعتنا، ندهنها بيها كده وهنطبقها تاني حسب بقى ما انت عايزاها كور، عايزاها مربعة، حسب ذوقك. وانتوا كلكم ذوق يا حبايبي. وهنعملها كده وهنشيلها ترتاح تاني برضو على الصينية، تكون عليها مادة دهنية. مش هنعمل عليها أزيد من كده، زيت أو سمنة على حسب رغبتك. طبعا برضو هنفردها تاني كده، والعجينة ما شاء الله ما شاء الله ماشية معانا، يبقى فردها بإيدي بس، والسمنة عليها برضو بتطلع مورجة معاكي وما شاء الله عليه، مش هتنسى حلاوتها. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، برضو السمنة ودهناها حلو، وهتحطها برضو على الصينية ترتفع. ما شاء الله يا شغالة بيها، والله العجينة بتتفرد لوحدها. انت تخدمي عجينتك حلو وتسيبها ترتاح، هتريحك في الخبيث في خبيث. مش محتاجة اي حاجة، لا نشابة ولا سريع ولا اي حاجة، وبتفرد معاكي ما شاء الله عليه، ورقيقة خالص وطلعت مورقة معانا وما شاء الله عليه. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي، وتعملوا الاحسن. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، السمنة بقى على حسب رغبتك انتي. ممكن انا حوالي دولت 200 جرام، ممكن تزودي تقللي وممكن يفوت منك، ده على حسب رغبتك. طبعا بعد ما عملناهم كده يا حبايبي هنسيبوهم ترتاح تاني. وعملنا الكريمة بتاعتنا المهلبية بتاعتنا او الكريمة الكدابة. طبعا هي ممكن لو حابة تحط عليها كريم شانتيه، او عاوزة تحط عليها مكسرات، هتبقى حلوة برضو.
على حسب رغبتك. وممكن تعمليها بالجبنة، بالنوتيلا، اللي انتوا حابينه يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده العجينة ارتاحت معانا، وفردناها برضو تاني كده على المفرش بتاعنا حلو. هتحط لكل فطيرة من ديت معلقة حلوة او معلقة ونص على حسب رغبتك برضو يا حبيبتي، زي ما انت حابة الحشوة بتاعتك، ياما او شوية. انا حطيت معلقة، ولو المعلقة حاجات بسيطة كده بزود حتة صغيرة كمان. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي، هنحرمش منكم يا رب، ويجبر خواطركم جبرا يتعجب به اهل السماوات والارض. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، تفرديها شويه بس عشان ما تبقاش كوره. وهتيجي عليها تقفلي الفطيره بتاعتك كده عن عليه من الناحيتين حلو كده، بس اهم حاجه في الوسط وانت بتفردي سيبي لها قعر شويه عشان الفطيره ما تتخرمش منك من فوق، وتنزل الكريمه بتاعتها او المهلبيه بتاعتها. حابة تدوريها انا عادي، اعملها مدورة برضو عادي، نفس الحكاية. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي. تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، تشتركوا في القناة، يا احلى واغلى اخوات. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. فين تعليقاتكم الحلوة كده وكلامكم الحلو اللي بيديني الحافز ان انا اكمل، لايكاتكم الحلوة دي. زي ما انتم شايفين يا حبايبي ما شاء الله ماشية لوحدها على المفرش، والله ما بتكة بايدي ولا حاجة. طبعا هتحطي برضو معلقة، عشان المعلقة ما بملهاش جو، فباخد شوية كمان معلقة وحب. واحد برضو نفس الحكاية، هتحطي الطبقة دي على دي، اهم حاجة تقفلي عليها حلو عشان الحشوة بتاعتك ما تطلعش منها. وتكوني مسخنة فرنك وتحطها على النار حامية. اي فطير يا حبايبي بحب النار الحامية، في الفرن البوتاجاز عادي، في الفرن الغاز عادي، اللي الموجود عندك. زي ما انتم شايفين يا حبايبي برضو كده عملنا الكمية كلها، وما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا ديت عملتها لكم مدورة، اللي حب يعملها مدورة مش مربعة، اللي حبيبها كده او كده. يا رب يحسن ما بين ايديكم وما بين عينكم يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده، طبعا احنا مسخنين الفرن بتاعنا، هنحطها على طول، والشربات بتاعنا جاهز. معلش خدت لون زيادة شوية مني من فوق، بس انتوا اكيد هتعملوا الاحسن. بس مش هتنسوا حلاوتها ما شاء الله، والله ما هتنسوا حلاوتها، هتقوموا تجربوها هتعملها لولادك على طول. احلى من الجلاش واحلى من الفطير الساده. بصي لا تقولي فطيره بسكر ولا غيره، ما شاء الله ما باتتش عندنا، ما قعدتش. يا رب لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناه، يا احلى واغلى اخوات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.